عاوزين حاجة للفطار تكون مشبعة وسهلة وسريعة وفوق كل ده طعمها حلو، وممكن تتاكل لوحدها او مع عيش، تنفع كمان ناخدها معانا في اللانش بوكس. الفطيرة دي هي الحل، فطيرة البطاطس المشبعة صحية وسهلة ومش بتاخد وقت في التحضير. انا صباح مجدي، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وكومنت، تفعلوا زر الجرس ليصلكم اشعار بوصفات الجديدة. يلا بينا نبتدي. معايا 3 حبات من البطاطس حجم وسط. التلات حبات دول هيعملوا لك فطيرة زي اللي انت شفتيها في اول الفيديو، فهو حجم مناسب لثلاث افراد او فردين ممكن يقدروا يفطروا بالفطيرة دي. وبعدين هبدأ ان انا اقسم كل حبة بطاطس على 4 قطع. انا قسمتها ليه؟ لان انا المبشرة اللي هستخدمها صغيرة، فهحتاج ان انا اقسمها. لكن لو انت عندك مبشرة كبيرة كنت تقدري تبشري الواحدة على بعضها. هجهز بقى بولة تكون عميقة عندي وهبدأ ان انا ابشر. شفتوا بقى الفكرة اللي انا عايزة اوصل لها؟ عشان انا المبشرة اللي عندي صغيرة فعشان كده قسمتها 4 قطع. بعد ما خلصت كل الكمية اللي عندي بقى، هبدأ ان انا اجيب كوبايتين مية من الحنفية، مية عادية جدا، لا هي لا ساقعة ولا اي حاجة، كوبايتين 3 مية كده. وهبدأ ان انا ادوب او اشطف فيهم البطاطس اللي انا بشرتها دي كويس. وبعدين بقى ممكن اجيب يا اما شاشة يا اما مصفى وتصفيها فيها، يا تصفيها بايدك زي ما انا ما عملتها كده. عادي لو متوفر المصفى او الشاشة تمام، مفيش اعملها بايدك زي ما انا ما عملتها. مفيش اي حاجة هتقدر توقفنا يا جماعة. هنزل بقى بالبطاطس في بولة تكون عميقة عشان هعجن فيها بقى الفطير. هنزل بالبطاطس وعليها نص كوباية من الدقيق، ورجعت زودت في الاخر معلقتين. وبعدين هحط بقى اي نوع جبنة متوفر عندي، جبنة قريش، جبنة موتزاريلا، جبنة شيدر، اي جبنة متوفرة عندك. وهنزل ب4 معالق كبار من الزيت، ومعلقة صغيرة من الكمون، ومعلقة صغيرة من الكزبرة، معلقة صغيرة من البابريكا، ومعلقة من الملح. وهبدأ ان انا نميكس واقلب كل الحاجات دي مع بعض كويس جدا. بعدين نزلت انا بنص كوباية من المية ورجعت قلبت او جيت اعجن لقيتها ناشفة شوية، فزودت كمان ربع كوباية من المية. مع ان لما انا زودت ربع كوباية من المية ايدي كانت فرطة شوية، فرجعت زودت معلقتين دقيق. وبعدين هجيب بقى طاجن او طاسة او طاجن زي انتوا شايفينه ده او طاسة، وهبدأ بقى ان انا افرد فيه الفطيرة بتاعتي. لو انتي عايزاها تكون ارفع شوية ممكن تقدري تكبري الطاجن، بس اهم حاجة ان انتي تدهني الصينية كويس جدا او الطاجن زيت، ولما تحطيها تدهنيها زيت برضو من فوق علشان تطلع معاكي مقرمشة. وهدخلها الفرن على درجة حرارة 200. هتقعد لها مثلا 20 دقيقة أو حاجة. الأول لما تستوي من تحت وتبدأ إن هي الأطراف تحمر، هطفيه من تحت وأشغل الشواية من فوق لحد ما تاخد لون وتحمر كده. بس الوصفة خلصت، أتمنى تجربوها. حاجة سهلة ومنجزة وسريعة جدا الفطار، وحاجة كريسبي كده مقرمشة من بره وطرية من جوه، تحسوها متكلفة شوية. أشوفكم إن شاء الله على خير فيديو جديد.